السلام عليكم يا شباب، رجعنا لكم مقطع جديد. مقطع يتحدث عن الجند الجديد والأشياء الجديدة قاعد تضاف في كلاش أوف كلانس. الأشياء قاعد تضاف، يعني مثل ما تشوفونها الجندي الحفار خاصيته كلش حلوة. راح أراويكم بعض الهجمات للجندي الحفار، وأراويكم يمتى ينزل الجندي الحفار في نهاية المقطع. مثل ما تشوفون هاي الصورة ملتقطة للجندي الحفار، يعني مساحة تسكينه 5، وقت تدريبه 5. يعني ضربته يعني كلش ضعيفة، يعني مو ذات قوية، بس يعني تفيد الجندي الحفار مثل ما يفيد استراتيجيات. إن شاء الله راح أراويكم للجندي الحفار عن قريب. الجندي الحفار ينزل تاون هول ليفل 10 و11. بس التنين الجديد اضافوا قاعد ينزل بتاون هول ليفل 9 و10 و11. يعني هاي التعديلات ما مشمولة ليفل 8 وما تحت. يعني مثل ما تشوفون هاي أحد هجمات الجندي الحفار، يعني خاصيته ما يلاقي سور، يعني يعبر من تحت السور يطلع من الجهة الثانية يفلش على مود المدافع اللي قدامه، يفلش أي شي يلقاه قدامه يفلشه. يعني جندة خاص بالتفليش، يعني شلون تنظف. هسه مثل ما تشوفون هاي الهجمة راح ينظف لك هاي الجهة، تلقى يعني تفلش هاي الجهة، تفلش ذب قولهم، ذب أشياء جديدة إن شاء الله. مثل ما قلت لكم استراتيجيات جديدة راح نراويكم إياها عن قريب، وإن شاء الله تنتظرونا. ومتى ينزل هذا التحديث مثل ما قلت لكم، لو باكر لو عقب باكر ان شاء الله ينزل هذا التحديث. مثل ما تشوفون هاي صورة ملتقطة، يعني كيفية تدعم. بدل ما انت محضر، يعني بدل ما تكسر جيشك وتدعم صاحبك، لا، محضر بالثنكة تدعم، تعطيه جواهر تدعم صاحبك بدل ما تخرب الجيش. يعني انت محضر للحرب ومحضر اي شي، تعطيه جواهر تدعم صاحبك. ومثل ما تشوفون تحديات ودية راح تصير ان شاء الله، ومسابقات. مثل ما تشوفون هذا الجندي الحفار والتنين جديد، يعني تساوت المساواة بين فوق 6 وجوا 6. تنين وحفار. مثل ما تشوفون هاي صورة ملتقطة للجندي الحفار. يعني تحديث راح يكون لو باكر لو عقب باكر ان شاء الله. وبعد يعني حسب الصيانة إذا طولت يعني يجوز يصير عقب باكر، بعد ما الله أعلم. إن شاء الله كفيت ووفيت في هذا المقطع، والسلام.